السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم فيديو جديد على قناة جرافيكوسوفت. نورتوني كالعادة والله يا جماعة. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الوورد والأساسيات بتاعته. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن برنامج الإكسل. شوف بقى يا سيدي، فكرة القناة دي زي ما قلت لكم قبل كده إن أنا بديك الملخص اللي يشغلك. يعني إيه؟ يعني أنا مش تعليم نموذجي، أنا تعليم هيقول لك البرامج دي انت بتستخدمها ليه وامتى وفين وازاي، مش بالتفصيل الممل وان اديك حاجات ملهاش لازمه انت مش هتستخدمها في شغلك بس الاسم انا بديلك وخلاص. لا، زي ما حكيت لك فكره القناه دي انا بديك اللي يشغلك بس. لكن بالنسبه لو انت بتحب التفاصيل بقى دي ممكن نبقى نعمل كورسات بعدين ان شاء الله هنزل فيها كل حاجه في الاكسل والوورد والباوربوينت بنستخدمهم ازاي وبنعمل بيهم ايه. لكن ان شاء الله اغلبيه فيديوهاتي انا بديك شغل بس. يلا بينا نخش في الشرح. بص بقى يا برنس، كالعاده زي ما انت عارف لما بنيجي نفتح اي برنامج بنفتح عن طريق حاجتين. الحاجه الاولى كليك يمين نيو اكسل، الحاجه الثانيه من قائمه ستارت وبنكتب عليها اكسل. ماشي، خلينا في التقليدي. اول ما بنفتح برنامج الاكسل اللي بيظهر قدامنا المربعات الكتير قوي دي والمنظر ده، ايه يا عم ده انا مش فاهم حاجه. طب واحده واحده عليا، واحده واحده عليا. بص بقى يا معلم، بسم الله الرحمن الرحيم. انت اول ما تفتح الاكسل كده خلي في اساسيات دايما نعملها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دايما اول ما تفتح الاكسل اتاكد انك رحت على بيج لاي اوت خليتها شيت رايت تو ليفت. ده في حاله لو انت هتكتب عربي الانجليزي، اما لو هتكتب انجليزي العربي هتخليها شيت ليفت تو رايت، هتسيبها زي ما هي كده ناحيه الشمال، هتخليها عربي تعملها شيت رايت تو ليفت. بعد كده ترجع على قائمه هوم، اعمل كنترول ايه وادي فونتك 16 وادي بولد. اهم حاجه بقى عشان تخلي شغلك حلو قوي واحترافي، عند الالاينمنت اللي فوق دي هتخلي دايما المحاذاه بتاعتك في النص، هتدوس هنا وتدوس هنا بس، وابدا شغلك بقى يا معلم. انت كده عملت ايه؟ انت كده عملت ان اي حاجه هتكتبها وتوسع لها مكان مثلا هتلاقيها بقت في النص اوتوماتيك. مهما بقى توسع هتلاقي كلامك في النص بالظبط، فاهم؟ طب لو انا عايزه ناحيه اليمين، لما تيجي تعمل مثلا شهادات ولا حاجه بتحتاج ان الكلام يبقى اقصى اليمين، هتختار من فوق اللي هي المحاذاه ناحيه اليمين. الشمال هيبقى نفس الكلام بس انت دايما هتخليها في النص. وهنا زي ما انت عارف يا اما تحت خالص يا في النص يا فوق. ارجع كما كنا. ماشي، دي اساسياتك اول ما تفتح برنامج الاكسل لازم تكون عاملها. طيب هو الاكسل ده اصلا بيتجمع من ايه؟ بص، هو دوت رغي ملوش لازمه بجد والله لانك مش هيفرق معاك في حاجه، بس انا واجب برضه عليها لازم اقوله لك. بص يا معلم، الاكسل بيتكون من صفوف واعمده وشويه تفاصيل كده كتير مش محتاج انك تعرفها، لكن الفكره انك لازم تفهم البنيه دي قبل ما تدخل البيانات بتاعتك. طيب بص يا سيدي، الاكسل مش مجرد جداول وارقام كده والسلام. لا 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 يا معلم، ده نظام كامل تقدر تدير بيه حياتك، شغلك، مرتبك، تنظم وقتك، كل حاجه تتخيلها تقدر تعملها بالاكسل بطريقه جامده جدا بس لما تفهمه الاول. ماشي، يلا بينا بقى نبدا شغل بقى، مش هنفضل نرغي كتير بقى. طيب بص يا سيدي، احنا دلوقتي كتبنا التفاصيل دي وعايزين نوسع المسافات بينهم شويه، هنحددهم ونعمل كليك يمين نختار كولوم ويدز ونكتب مثلا 15 13. طيب انا هنا في الخانه بتاعت الاسم بيبقى كبير، الخانه دي مش هتكفي. هاجي هنا على الطرف بتاع الحرف والحرف وهسحب، هتوسع المسافه. طيب هبدا ادخل الاسامي بتاعتنا. طيب انا عايز ابدا دلوقتي رقم، فلنفترض مثلا في المسلسل انا هكتب رقم واحد، ما انا مش هقعد اكتب بقى واحد واحد كده بالترقيم بتاعه، مفيش وقت. طيب هاجي هنا على رقم واحد وهقف هنا عند الحته دي وهعمل دبل كليك. بص بقى اللي هيحصل معايا هنا، هعمل دبل كليك. ايه ده يا عم، انت بتشتغلني ولا ايه؟ لا اصبر عليا. هتيجي هنا عند الاوتو فيل دي وتختار فيل سيريس، رقمها لك بالترتيب. في طرق كتير قوي خلي بالك، يعني في ان انا امسح ديت مثلا وهكتب واحد واثنين واعمل دبل كليك هيكمل لي ترقيم. وفي يعني في حاجات كتير قوي، بس انا عايز اديك المفيد عشان وقت الفيديو ما يطولش، وفي نفس الوقت انا عايز اديك اللي يشغلك على طول، ونسيب التفاصيل دي بقى للفيديوهات اللي بعدين ان شاء الله. طيب هبدا ادخل المرتبات وخلينا نزود مثلا خانه كمان للحوافز. تمام جدا يا معلم. بص بقى، انا هنا دخلت الارقام بتاعه المرتبات والاسامي عندي والترقيم معايا. اول حاجه لو انا عايزه كجدول هتلاقي هنا فورمات اس تيبل، ومن هنا تختار بقى الشكل اللي يعجبك بالمنظر ده. وطبعا ده بيكون شغل اكتر احترافيه للناس اللي بتستخدم الجداول بالشكل ده. في طرق تانية، في طرق تانية كتير جدا، ان أنا اعلم مثلا الجدول كده، ادوس على كنترول 1 اللي هي كنترول رقم واحد، واجي هنا عند بوردرز وابتدي انا اعمل الجدول براحتي بالاختيارات اللي انا عايزها. هعلمك كل ده برضو بعدين، انا عايز اديك المفيد بس عشان ما اطولش من وقت الفيديو. زي ما قلنا هنختار مثلا الجدول ده. اوكي، الحوافز عندي هدخلها اي حاجه، فلنفترض مثلا هبتدي بقى يا معلم استخدم المعادلات. وركز معايا قوي، انت عندك في الاكسل معادلات كتير. طيب بص يا سيدي، انا كتبت لك يعتبر اكتر 4 دول بستخدمهم، لكن في دول اكتر من كده بكتير وممكن انت اصلا ما تستخدمش دول، تستخدم دول تانية، لكن انا هديك الفكره المبدئيه وبعدين هنبقى نكمل ان شاء الله. طبعا في دوال كتير جدا تقيله زي الفيلو كاب وداله اف، وفي دوال حقيقي حيتين بس انا هديك كده الايه المبدئي زي ما قلنا. وخلي بالك شايف الدول دي انا اغلبيه الوقت ما بستخدمهاش، انا بس بقول لك عليها ليه بقى، لان انا دايما بستخدم الداله اصلا لما بتيجي تبتديها بتعمل ايكوال
وتبتدي تكتب اسم الداله. لكن انا زي ما قلت لك انا بستخدمهاش ليه؟ لان انا بحب امشي ايدي على طول في الداله. يعني ايه؟ اني بعمل ايكوال وكاني هدخل داله جديده، بس ما بدخلش الدوائر، بدخلها يدوي. يعني ايه؟ يعني ابتدي اقول بس استنى، تصدق نسيت انزل عليهم الخصومات، بس وكفايه كده عليهم يا عم، الدنيا بقت صعبه، مش عايزين نخصم منهم كتير برضه. المهم نرجع لمرجعنا. بص بقى يا سيدي، انا كده هبتدي ادخل الدوائر بتاعتي. طيب في كام طريقه ان انا اكتب بيهم الداله؟ كتير قوي، بس انا برضه هديك المفيد. بص يا معلم، عندك علامه الالت وعلامه زائد. علامه الالت وزائد لو دوست الاثنين مع بعض هيبتدي يجمع لي الارقام اللي جنب بعض، سواء اذا كانوا بالطول او بالعرض. هتدوس انتر. بص التريكه الجايه دي بقى، بس دي هتلاقيها في الاوفيس الحديث. لو انت عندك برنامج الاوفيس من اخر الاصدار كده، فاهم؟ بص الحته دي هيعمل ايه؟ بيجمع لك كله مره واحده. زمان في الاصدارات القديمه ما كانتش بالشكل دوت، كنت انت بتجمع واحده واحده. بس انا برضه هعتبر ان انت عندك اصدار قديم، فانا هشيل كل دوت. بص بقى يا عم، انا كده عملت صم او عملت جمع للعمود اللي انا واقف عليه، اللي هو جمع لي ده مع ده مع ده. طيب لا، بس انا مش عايز اجمع. انا هقول له الرقم ده زود لي عليه الرقم ده، نقص لي منه الرقم ده. طبعا هو بيطبق لي كده في الباقي كله نفس الكلام، بس انا اقول لك تعمل كده ازاي حتى لو انت الاوفيس بتاعك قديم شويه. خلاص تمام، انت كده انا فهمت انا عملت ايه. انا كده قلت له ايكوال اعمل لي ده، هات لي ده اللي هو المرتب ده الاساسي بتاعي اللي انا هشتغل عليه، زود عليه الحوافز، نقص منه الخصم، عشان يطلع لي في الاخر الصافي بتاعه. طيب انا قدامي كذا طريقه. قدامي ان انا اجي هنا اهو عند الخانه دي كده واسحب، او الاريح والاسرع تعال عليها دبل كليك، شكرا. بس يا سيدي، فاهم حاجه؟ انا عارف ان انا ما اديتكش معلومات كتير قوي مفيده في الفيديو دوت، على قد ما انا اديتك تقريبا معلومتين ثلاثه بس. انا هدفي زي ما قلت لك اديك المفيد بس، ما بشرحلكش كل حاجه انا عملتها امتى وليه وازاي. اديتك المفيد على طول. ده انت ممكن تزود هنا شيتات تانية بتبتدي تكتب فيها زي ما انت عايز، تغير، تمسح، تعدل اسم الورقه، حتى تدبل كليك عليها او كليك يمين وتختار رينيم، تكتب مثلا المرتبات. وبكده يا سيدي اكون فهمتك الاكسل بشكل عام. انا عارف ان انا ما شرحتش فيه حاجات كتير وما اديتكش معلومات كتير فيه، بس انا اديتك المفيد وازاي تبدا فيه وازاي تدخل البيانات بتاعتك وازاي تجمع او تطرح عن طريق انك تكتب ايكوال بس، وتبتدي تدخل البيانات اللي انت عايزها، ده زائد ايا كان بقى، ده زائد ده يعني. بس طبعا انت لو هتجمع بس كل دوت، الافضل ليك انك تعمل الت ويساوي، هو اوتوماتيك هيروح حاسب لك، فاهم يعني؟ بس دي في الاصدارات الجديده الصراحه، دي جامده جدا. واسحب بقى يا معلم زي ما انت عايز، او دبل كليك، فاهم يعني اللي انت عايزه. انما الاصدارات القديمه هتلاقيها مختلفه شويه. وبس يا سيدي، اتمنى يكون الفيديو فادك حتى لو بمعلومه صغننه قد كده، ولو ما فادكش فماليش دعوه برضه، لازم يفيدك. المهم بعد ما خلصت الفيديو دوت اتمنى انك تروح تطبق اللي انت اتفرجت عليه، حتى لو هتعمل نفس اللي انا عملته بدون معلومات كتير يعني، بس المهم تطبق. يلا اشوفكم الفيديو الجاي. سلام يا معلم.